ياسين عيفة طفل عمره 15 سنة من مدينة هبيرة التابعة لولاية المهدية، تلميذ عاقل ومتربي برشا. هو يمشي يقرأ ويتلموا به فئة من الصغار قليل التربية، ويبداو يتنمروا عليه ويسبوا فيه، يقولوا له ما خيبك، ما خيب حوايجك، يا معوج، يا فقير، ويبداو يضحكوا عليه في بقية الكلام. طفيهم ياسين، أما كان يسمع في نفس الكلام يوميا ومن عند نفس الأشخاص. كان كل يوم يخزر لهم ويشوف فيهم كيفاش يفكوا له الكرتابلة متاعو، يفرغوا له منها الكتب ويطيشوها، وهو يعاود يلمها ويمشي، وكأنه هذاك روتينه اليومي اللي لازم يعيشه. لين جاء النهار اللي قرر فيه ياسين انه يغادر. ويا ليتني كنت باش نقول يغادر المدرسة اللي تعرض فيها للتنمر، اما ياسين استعمل الوقود وقرر انه يتخلى على حياته. حتى الاطار الطبي حاول انه يسعفه، لكن للاسف الطفل توفى بعد ما عدى 3 ايام في العناية المركزة، وبعد ما خسروا عليه كانت دقيقة صمت في الفضاء المدرسي وتلمت الحكاية. الحكاية مش باش تتلم، خاطر ياسين مشى وما عادش باش يرجع، واللي تنمروا عليه وين، واللي رباوه وين، والطفل اللي عاش في صمت ومات في صمت وينه حقه. شنو هالجيل اللي يضحك على وجيعة غيره؟ شنو هالمجتمع اللي ما يتحرك كان بعد الموت؟ التنمر عمره ما كان تفذليك، التنمر يقتل. اليوم ياسين وغدوة شكون؟